لو بتستخدم الذكاء الاصطناعي في البرمجة وانت مش مبرمج او حتى مبرمج مبتدئ، فتعال اقول لك على اسهل طريقة تعمل بيها ايرورز وتوقع بيها السيستم وانت نايم في بيت. بس كمان هقول لك ازاي تحل المشكلة ديت من كتاب الكلين اركيتكتشر. واحنا النهاردة بنتكلم عن مبدأ اسمه السايكليك ديبندنسيز برنسبل. المبدأ ده بيحل المشكلة دي علميا اسمها circular dependency او الاعتمادية الدائرية، ودي معناها انك عندك اكتر من موديول بيعتمدوا على بعض. يعني مثلا لو افترضنا ان انت عندك اي كوميرس او متجر الكتروني، وانت زي الشاطر مقسم المتجر الالكتروني او مقسم الكود بتاعك بالفيتشرز، فانت عندك فيتشر اسمها السله او الكارت، وعندك فيتشر تانية اسمها اليوزر موديول. انت دلوقتي عشان تحسب لليوزر الخصم بتاعه، فانت بتخلي سله المشتريات تكلم الموديول بتاع اليوزر، ولحد هنا طبيعي. المشكله بقى انك تخلي الموديول بتاع اليوزر هو كمان يعتمد على سله المشتريات. يعني انت كده خليت سله المشتريات تعتمد على الموديول بتاع اليوزر، والموديول بتاع اليوزر بيعتمد برضو على سلة المشتريات، وده اللي بنسميه السيركولار ديبندنسي. يعني عندك حلقة مقفولة بتعتمد الموديولز كلها على بعض، فلو حصلت مشكلة في موديول الدايرة هتلف وهيحصل مشكلة في الموديول التاني. عشان كده لو شغال مع حد او شغال في شركة وزمايلك بيخشوا ويكتبوا الكود على نفس المشروع، ممكن تخلص الفيتشر بتاعك وتخش تنام ويجي زميلك يعدل سطر واحد بس في الموديول بتاع اليوزرز، تصحى الصبح تلاقي الفيتشر بتاعتك ضربت والسيستم فيه مشكلة. عشان كده كتاب الكلين اركيتكتشر بيقول لك ممنوع انك تخلي الموديولز تعتمد على بعض بشكل مباشر. فاكر قبل كده لما اتكلمنا عن مبادئ السوليد وبالتحديد حرف الدي اللي هو بيمثل الديبندنسي انفرجن؟ ساعتها كنا بنعمل انترفيس وبنخلي الموديولز تكلم بعضها عن طريق الانترفيس، وده الحل المثالي في المشكلة بتاعتنا هنا. لانك لو خليت الموديول بتاع اليوزر هو اللي يكلم انترفيس عشان يجيب المنتجات اللي محطوطة في سلة المشتريات، ساعتها مش هيبقى عندك سيركولار ديبندنسي، وساعتها مش هتحصل المشكلة بتاعة الاعتمادية الدائرية. عشان كده لو بتستخدم الاي اي وجيت قلت له اعمل لي فيتشر جديدة عشان اليوزر يشوف اخر منتج ضافه على البروفايل بتاعه، ساعتها الاي اي هيستسهل ويعمل امبورت لسلة المشتريات في الموديول بتاع اليوزر، وساعتها كده هيعمل لك السيركولار ديبندنسي. لكن بقى لو عايز تاخد كود نضيف، اكتب له برومبت زي ده: implement the feature where user needs cart data. However, strictly enforce a cyclic dependencies principle. Do not create circular dependency between the cart and user module. Use dependency inversion as an interface to break the cycle. ساعتها بقى الذكاء الاصطناعي هيعمل لك المطلوب بأحسن جودة ممكن. وفي النهاية يا صديقي، الذكاء الاصطناعي بيكتب كود كويس، بس هو مش بيبقى شايف الاركتكتشر من فوق زي ما انت بتبقى شايف. عشان كده لازم تكون فاهم اركتكتشر قبل ما تخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لك الكود بتاعك. وفي النهاية ما تنساش تتابعني وتعمل فولو ولايك عشان تشوف الجديد.